مرة فنانة لي 20 سنة في هذا الوسط، وتزوجت من أغنياء العالم، فلما أجي أشتريها عندي وجه حق، عندي بنك يقول لي من أين لك هذا، مصادري موجودة. زين، لما ألبس حاجة، لما ألبس ساعة ب100,000 دولار، 200، لما أركب سيارة إن شاء الله ب1,000,000 دولار. إحنا الفنانين وضعنا مختلف، مش بس أنا، كل الفنانين. زين، حياتنا مختلفة. لكن لما تجي وحدة عندها بلوجر، ولا مجرد انها عندها متابعين شاريتهم، وتنزل لك شنطة ب100,000 دولار كل يوم، وهي تسوي اعلان حق ساندويتش فلافل، ولا تسوي تبييض الركب، كريم تبييض الركب بيجيب لك في الشهر ما ادري كم مليون. كلام فاضي. في بلوجر ما ادري شنو، اشوف في التويتر سعودية طلعت قالت انا مدخولي ما ادري كم 100 مليون في السنة. ثاني يوم المباحث طلبوها ونزلوا اعلان المباحث، وانتم كلكم تعرفون الله يستر عليها. زين، نزلوا اعلان ان قدمت معلومات مغلوطه، لا يوجد هذه الارقام، لا يوجد هذه الارقام، خرطي. فلا تعيشون وهم، تدمرين زواجك، حياتك، امك، ابوك، تحملينهم مسؤوليه، انتي تتدمرين من داخلك عشان والله تبين نفس فلانه، وترى فلانه وعلانه كذابه، حياتهم كلها كذب، سياراتهم اغلبها ايجار، كل شيء كذب. ثاني مرة فنانة